بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد بيكم على قناتي، قناة سوبر ماما. بس لو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على الزر اللي تحت الفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك في اخر الفيديو لو عجبكم الفيديو. النهاردة هعمل لكم هنعمل كده مع بعض بنص كيلو لحمة بس. هنعمل كفتة وبالبرغل، هنعمل كفتة جميلة جدا جدا هتكفي معاكم ان شاء الله طوال شهر رمضان. لو اتبعنا الخطوات ده هي والمقادير ده هي بالظبط، هنعمل الكفتة كده مع بعض هتكفينا ان شاء الله طول الشهر الكريم. معايا نص كيلو لحمة مفرومة. هنحط عليهم نص اللحمة، نص كمية اللحمة، نص كمية البصل، نص كمية البرغل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معايا نص كيلو لحمة هنضيف عليه ربع كيلو برغل وربع كيلو بصل مفروم. تمام كده. البرغل ده انا غسلته بس ما نقعتوش ولا اي حاجه خالص، غسلته بس. انا هنا مستخدمه برغل الضحى، تقدر تستخدمي النوع اللي تحبيه. وزي ما قلت لكم حوالي ربع كيلو بصل وبشرته. هنبدا بقى حطينا البصل زي ما انتوا شفتوا، وفوقه البرغل زي ما قلت لكم من غير نقع ولا حاجه. بعد كده هنبدا نتبله. هنحط معلقه كبيره بابريكا وفلفل اسود. احنا هنا بنتبل البرغل بس ولسه ما ضفناش اللحمه. الطريقه دي جميله جدا كده وجربوها هتعجبكم جدا. وهنضيف معلقه دي كاري. جربوا كده تضيفوا الكاري في الكفته، طعمه جميل. تمام كده. ودي معلقه بهارات لحمه. يبقى احنا ضفنا يا حلوين ربع كيلو بصل مفروم على ربع كيلو برغل، يا دوب غسلناه بس ما نقعناهوش. حطينا البصل بالميه بتاعته. بعد كده هنضيف معلقه كبيره من الملح والبابريكا والفلفل الاسود والكاري. تمام كده. بعد كده هنقلبه كله مع بعضه. مهم جدا ما تنسوش خطوة ان احنا نحط البصل المفروم بالمية بتاعته، والبرغل هيشربها دلوقتي وهتطلع معاكم شوية كفتة. وهم كل سنة وانتم طيبين. تقدروا تعملوا الوصفة دي من نص كيلو لحمة بس، وتعينوها تفرزوها عندكم في الفريزر ان شاء الله. ان شاء الله لو اتبعتوا الوصفة بالمقادير بالظبط هتعملها ان شاء الله تكفيكم طول شهر رمضان الكريم. بعد كده عجننا كله مع بعضه. الطريقة دي عايزة منكم خطوة العجن دي كتيرة شوية زي ما انتوا شايفين كده، لغاية ما نتأكد كده ان البرغل شرب كل البهارات اللي معانا. بعد كده هنضيف حوالي نص كوباية مية او اقل شوية. انا هنا ضفت نص كوباية بالظبط. بعد كده هنقلبها كده تقليبة سريعة شوية، وبعد كده هنسيبه البرغل بالخلطة الجميلة دي. احنا كل ده لسه ما ضفناش اللحمة. هنسيبه كده حوالي نص ساعة لغاية ما يشرب كل المية دي. حاولت تغطيه بقى بستريتش راب او كيسة بلاستيك زي ما انا هعمل كده، اي حاجة الموجودة عندكم. وهنسيبها حوالي نص ساعة لغاية ما يشرب كل المية اللي فيه، ونرجع بعد نص ساعة ان شاء الله نشوف عملنا ايه. بعد ما سيبته حوالي نص ساعة او اكتر كمان، تعالوا كده نشوف. ان شاء الله شايفين ما عادش ولا نقطة مية فيه. انا هعصره لكم دلوقتي بايدي كده. هناخد كمية ونتأكد كده انه تشرب المية والبهارات اللي فيه. الخطوة دي مهمة جدا جدا علشان تمتزج مع اللحمة، وتلاقوا طعم البرغل بالبهارات معاه طعم جدا 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 وعاطي بجد للكفتة طعم وهم. حاولوا تجربوها. بعد كده يا حلوين هنبدأ بقى ننزل باللحمة المفرومة. انا جايبة نص كيلو لحمة مفروم ومزودة عليه قطعتين دهنة كده عند الجزار، قايلة للجزار تضيف عليه قطعتين دهنة كبار كده. انتوا ممكن لو عندك دهنة ضاني في البيت تضيفي. ده حوالي نص كيلو زي ما انا قلت لكم، وكنت مفرزاه. ولو انتم ملاحظين في قطعة فيها تلج نزلت بيها عادي جدا. ودي معلقة توم. التوم ده انا هرساه وعيناه في الفريزر، ان شاء الله نعمله فيديو مع بعض. وهنحط بقى المعلقه السحريه في اي طريقه كفته، وهي معلقه البيكنج باودر. كلنا متفقين ان هي بتدي هشاشه للكفته كده وبتنفشها وبتخلي شكلها جميل جدا. احنا النهارده معانا الكفته زي ما انتم شايفين كده. احنا عملناها يا حلوين، قسمناها على طريقتين. الطريقه الاولانيه ازاي بنبهر كده البرغل بالبهارات بالبصل، ونسيبه حوالي نص ساعه لغايه ما يشرب كل الكلام الجميل ده، بالاضافه نص كوبايه ميه، بالاضافه لان البصل بالميه بتاعته زي ما شفتوا كده. وبعد نص ساعه انا كمان سبته حوالي اكتر من نص ساعه.
بعد كده ضفنا اللحمة وضفنا معلقة توم ومعلقة بيكنج باودر. بعد كده هنخلط كل الكلام ده كله كده مع بعضه. والله يا جماعة ريحتها تحفة جميلة جدا، حاولوا تجربوها. بسم الله اللهم بارك، تقطع معاكم كمية كبيرة جدا جدا، هتنفعكم ان شاء الله، واقتصادية وموفرة، وهتسد معاكم في رمضان. كل سنة وانتم بخير. بعد كده هنقعد نقلبها كده شوية. اما بقى بالنسبة للخطوة الجاية يا حلوين، اللي عندها كبة هنحاول نفرم الخلطة الجميلة دي في الكبة لفة سريعة كده علشان تتماسك وتبقى احسن من كده. وزي ما انا بوريكم كده، انتوا ممكن تكتفي لغايه هنا بالخطوه دي كده وتصبعيها، بس بيبقى البرغل فيها كانه زي حبيبات كده. بس والله بتبقى جميله جدا بالنسبه للي ما عندوش كبه. اما لو حد عنده كبه، تعالوا كده ناخد الخطوه مع بعض ونفرمها فرمه سريعه كده ونرجع. طبعا الكميه اللهم بارك كبيره، فاحنا تفرموها على مراحل كده وتقيله جدا. فانا هطحن شويه بشويه كده لغاية ما خلصتها. زي ما انتوا شايفين كده البرغل كان نافش كده عشان ما تنقعش، لكن دلوقتي تحسوا كده ان العجينة قلت شوية. بس والله قطعت معايا كمية جميلة جدا، انتوا هتشوفوها دلوقتي. وهجرب لكم صابعين كده علشان تتأكدوا انها مش هتفك من مية البصل ولا اي حاجة. يا رب الوصفه تعجبكم يا حلوين، وتكتبوا لي كده لايك، وتعملوا لي لايك كده، وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده. انا بفرح جدا جدا بكومنتاتكم. ربنا يخليكم لي يا رب يا حلوين. شوفوا من غير ما نعملها على سيخ او اي حاجه في الدنيا، انا هعمل لكم صابعين كفته عادي كده في صينيه. هنجيب صينيه كده وانا دهنتها زيت، هعمل لكم صابعين كده صغيرين كده عشان تشوفوا ان هي مش هتفك ولا هتتهرهد معانا ولا حاجة. الناس اللي بتقول انها بتهرهد من البرغل وكده، ولا هيجرى لها اي حاجة في الدنيا. انا هعمل لكم صابعين زي ما انتوا شايفين كده، واحطهم على عيني البوتاجاز فوق، او ممكن تحطهم في الشواية، اي حاجة مش هتفرق. بس لو عجبكم الفيديو يا حلوين، وعجبتكم الوصفه بتاعت النهارده، واكيد هتعجبكم وطعمها جميل جدا، حاولوا بقى يا حلوين تجربوها كده. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك علشان الفيديو يترفع شويه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيتها على عين البوتاجاز فوق، شايفين اللهم بارك، جميله جدا جدا ومتماسكه وهشه كده وحاجه جميله، وريحتها بجد جميله جدا جدا جدا. دي بصراحه ما هتبقى موجوده عندكم في الفريزر طول شهر رمضان، هتريحكم كتير وهتوفر وقت، واقتصاديه جدا جدا. انا عملت الكميه اللي انتوا شايفينها، شايفين قد ايه اللهم بارك. انا عامله كمان كل طبق حوالي دورين عشان ما تاخدش معايا مكان كتير في الفريزر. انتوا بقى اعملوا الكميات اللي تناسبكم. يبقى احنا النهارده عملنا بنص كيلو لحمه بس، عملنا كميه جميله جدا اهي من الكفته. ممكن بقى تشووها، ممكن تعملي طاجن خضار وترصصيها عليها، تبقى جميلة جدا. ممكن تعمليها بالصلصة، ممكن تشووها اكتر من طريقة. يا رب الوصفة تعجبكم يا حلوين، واشوفكم على خير.